Good morning يا سنة تانية. معاكم مس سمر جمال. Today إن شاء الله we will continue unit 2 lesson 5 and 6. عنوان الوحدة اسمه How are you feeling؟ أرجواني purple purple، غامق dark dark، فاتح light light، تعاطف empathy empathy، مقال article article، شاكر grateful grateful، ودود friendly friendly، أخبار news news، مسرور excited excited، مدهش amazing amazing، زفاف wedding wedding، على النت online online، نص text text، سعادة happiness happiness، يفقد miss miss، خزي أو عار shame shame، يخمن guess guess، جماهير crowds crowds، سائحون tourists tourists، يشير إلى wave to wave to، جلد skin skin. طيب responding to news، إن أنا إزاي أرد على الأخبار. أول حاجة عندي الجود نيوز، الأخبار الكويسة. لما مثلا واحد زميلي يقول لي إيه I have passed my exam، أنا نجحت في الامتحان، هرد عليه أقول له إيه well done. طيب لما برضو زميلي يقول لي I solved all the math sums، أنا حليت كل مسائل الرياضة، هقول له إيه congratulations، مبروك. I'm so happy for you، أنا سعيد جدا ليك. Everyone knows that's a really difficult exam، الكل كان عارف إن الامتحان ده كان امتحان صعب. طيب الباد نيوز، إزاي أرد على الأخبار السيئة. يعني مثلا لو حد قال لي my uncle had an accident، عمي عمل حادثة، هرد أقول إيه I'm sorry to hear that، أنا آسف أو أنا حزين لسماع هذا. I hope he gets better soon، أتمنى إنه يتحسن قريبا. طيب حد بيقول لحد I'm sorry I won't come to the party، أنا آسف مش هقدر أجي الحفلة، فهيرد عليه يقول له إيه It's a pity that you can't come، حاجة مؤسفة إن أنت مش هتقدر تيجي. آخر حاجة لما حد يقول لي that must be difficult، ده كان صعب but don't worry، ما تقلقش I'm sure things will be better with time، الأشياء تتحسن مع الوقت. فهرد أقول إيه I didn't join the school team، أنا ما قدرتش ألتحق بفريق المدرسة. وكده إحنا خلصنا الوحدة التانية. شكرا ليكم يا سنة تانية.